مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم في التغطية اليومية المباشرة من قناة آسيا الفضائية للملف المصري. مصر إلى أين؟ سنتابع في هذه الحلقة التعديلات التي طرأت على قانون الترشح للانتخابات في مصر والتطورات الميدانية، كما الصراع القائم بين المجلس العسكري والتيارات الإسلامية من جهة والتيارات الإسلامية فيما بينها. كما سنتابع استعراضنا في تغطياتنا اليومية السيرة الذاتية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية التي تعتبر تاريخية كونها الأولى بعد سقوط الرئيس حسني مبارك. أما شخصية اليوم فهي المرشح أحمد شفيق. قال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية حاتم بجاتو إن اللجنة أوقفت أعمالها بعدما بلغها من تطاول أعضاء البرلمان عليها. ورأى بجاتو إن اللجنة تنتظر ما سيفعله المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد حاليا قبل أن تعود إلى ممارسة عملها. لا تزال ردود الفعل حيال الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة المصرية واعتقال عدد كبير من المصريين مستمرة. ففي الوقت الذي وصلت فيه القوى الأمنية المصرية ضرب طوق أمني كبير حول مبنى وزارة الدفاع المصرية في العباسية وفي عدد من الأحياء الأخرى في القاهرة، واصل العشرات من الصحفيين اعتصامهم المفتوح منددين باعتقال العشرات من زملائهم الذين كانوا يمارسون عملهم في تغطية الأحداث الميدانية. استنكار الصحفيين رافقه استنكار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية التي أوقفت أعمالها بعدما بلغها من تطاول أعضاء البرلمان عليها. وقال الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة حاتم بجاتو إن رئيس اللجنة وأعضائها عقدوا اجتماعا تناولوا فيه التطاول الذي وقع على اللجنة من قبل أعضاء في البرلمان المصري، وطالبوا المجلس العسكري بممارسة سلطاته الفصل بين السلطات ومنع تعدي سلطة على أخرى إلى أن تجري العملية الانتخابية في موعدها، وهي تنتظر ما سيفعله المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد حاليا قبل أن تعود أعمالها رفضا لتطاول أعضاء البرلمان عليها. قال الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية حاتم بجاتو إن اللجنة أوقفت أعمالها بعدما بلغها من تطاول أعضاء البرلمان عليها، وهي تنتظر ما سيفعله المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد حاليا قبل أن تعود إلى ممارسة عملها. لا تزال ردود الفعل حيال الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة المصرية واعتقال عدد كبير من المصريين مستمرة. ففي الوقت الذي وصلت فيه القوى الأمنية المصرية ضرب طوق أمني كبير حول مبنى وزارة الدفاع المصرية في العباسية وفي عدد من الأحياء الأخرى في القاهرة، واصل العشرات من الصحفيين اعتصامهم المفتوح منددين باعتقال العشرات من زملائهم الذين كانوا يمارسون عملهم في تغطية الأحداث الميدانية. استنكار الصحفيين رافقه استنكار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية التي أوقفت أعمالها بعدما بلغها من تطاول أعضاء البرلمان عليها. وقال الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة حاتم بجاتو إن رئيس اللجنة وأعضائها عقدوا اجتماعا تناولوا فيه التطاول الذي وقع على اللجنة من قبل أعضاء في البرلمان المصري، وطالبوا المجلس العسكري بممارسة سلطاته الفصل بين السلطات ومنع تعدي سلطة على أخرى إلى أن تجري العملية الانتخابية في موعدها، وهي تنتظر ما سيفعله المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد حاليا قبل أن تعود إلى ممارسة عملها. يأتي ذلك في ظل مطالبة عدد من الأحزاب السياسية الموصوفة بالقريبة من النظام السابق بالعثور على حل للخروج من الأزمة الراهنة وتأكيد ضرورة تسليم السلطة للرئيس المنتخب فور انتخابه.
القائمة بين الحكومة والبرلمان. وأوضح الكتاتني أن المقترحات الثلاثة هي إقالة الحكومة أو تقديم استقالتها أو إجراء تعديل وزاري يشمل بعض الحقائب الوزارية التي يتحفظ البرلمان عن أداء وزاراتها. الاقتراحات اللي موجودة أن يا إما تستقيل الحكومة يا إما تقال يا إما يحدث تعديل وزاري، وهذا سيتم في غضون يعني فترة قصيرة برضو يومين كما قيل. ينضم إلينا الدكتور محمود العجمي من مصر وهو أستاذ في العلوم السياسية. أهلا بك دكتور محمود. أهلا وسهلا. يعني هل هذا القانون، يعني كما سمعنا في هذا التقرير، هل هذا القانون هو مخصص أو مقدم على قياس أحد المرشحين؟ ولماذا لا يتم تعديل المادة 28 لينتهي الشارع المصري من هذا السجال؟ الواقع أن هذا القانون ليس مفصلا على أي مرشح بعينه، وبدليل ذلك أننا لو استطلعنا هؤلاء المرشحين الموجودين الآن على الساحة لوجدناهم ينقسمون إلى 3 تيارات سياسية أساسية. تيار إسلامي يضم 3 مرشحين هم عبد المنعم أو الفتوح ومحمد مرسي ومحمد سليم العوة، وتيار يساري يضم 4 أشخاص هم حمدين صباحي وأبو العز الحريري وهشام البسطويسي وخالد علي، وتيار محسوب على النظام القديم الذي أشبه الليبرالية وهم عمرو موسى وحمد شفيق. وبالتالي فإن هذه الشروط لم تكن مفصلة مثلا على شخص عسكري ذو خلفية عسكرية أو ذو شخصية مدنية أو ينتمي إلى النظام السابق أو ينتمي إلى ثورة 25 يناير، ولكنها شروط بالعكس هي إذا ما قورنت بالشروط السابقة في دستور 71 الذي قام بتعديله مرتين الرئيس السابق حسني مبارك عام 2005 و2007 هي شروط معتدلة جدا وتتوافق مع يعني إتاحة الفرصة لجميع المصريين، لدرجة أنه تقدم للترشيح سحب استمارات ترشيح أكثر من 1400 شخصية من مختلف الانتماءات مختلف المهن والحرف، وهذا يؤكد يسر وسهولة الشروط أو موضوع للترشيح. طب ماذا عن المادة 28؟ نعم. ماذا عن المادة 28؟ المادة 28 نعم. المادة 28 الحقيقة أن الشعب استفتي عليه في 19 مارس وضمن 9 مواد من مواد الدستور 71 الذي تم تعطيله بعد الثورة، وهذه المادة كانت ضمن مادة تحمل رقم 76 وكانت مفصلة من أجل ضمان توريث جمال مبارك لأبيه حسني مبارك. نعم. ولكنها عدلت وتم الاستفتاء عليها وجاءت الموافقة على هذه المواد ال9 بنسبة 77.2% من الشعب، وبالتالي فهذه المادة يعرفها جميع القوى السياسية ولم يعترض أحد تماما على هذه المادة حتى فتح باب الترشيح واستبعد من استبعد، وبدأت المخاوف من ما يقال أنه احتمالية تزوير الانتخابات، ومن هنا بدأ الحديث عن هذه المادة. ولكن فلسفة هذه المادة الحقيقة أنها تضمن عدم وقوع المرشح الرئاسي الذي يفوز بانتخابات الرئاسة في فراغ دستوري إذا ما طعن على انتخابه بعد الانتهاء من عملية الانتخاب وإعادة الانتخابات مرة أخرى. نعم. وبالتالي تأمين منصب رئيس الجمهورية من أي طعن، حيث أن أعضاء هذه اللجنة جميعهم 5 من أكبر قضاة مصر، وبالتالي لكن هناك من يشكك في هذه المادة انتخابية واختصاصات قضائية أيضا. نعم.